تعالوا بقى نعمل مسقعة البتنجان المصرية الأصلي، المسقعة على أصولها من غير لحمة، بطريقة سهلة وبسيطة. هنعملها النهاردة إن شاء الله، وصفة اقتصادية، وصفات آخر الشهر، مش مكلفة. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ على طول. هجيب عندي هنا كمية البتنجان اللي انت هتحتاجيها. اختاري كده البتنجانة تكون بتلمع كده قدامك وتدوسي عليها تلاقيها طرية، ما تجيبيش اللي هي بتبقى ناشفة دي لانها بتبقى فيها بذر من جوه. هنجيب القطاعة بتاعتنا، غسلنا البتنجان كويس قوي. ابتدي ان انا اقطع الجزء اللي فوق ده بعد ما غسلته اهو، وابتدي ان انا اقشره. عايزه تقشريه كله وما تسيبيش فيه قشر، تمام. عايزه تقشريه وتسيبي فيه اجزاء، تمام، مفيش مشكله. انا هقشره واسيب فيه اجزاء من القشر اهو بالشكل ده. هبتدي ان انا اقطعه بقى دواير. لو عندك البتنجانة كبيرة ممكن تقسميها نصين وتقطعيها، فانت تقطعيها كده بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، ولا تكون رفيعة قوي ولا تخينة قوي، تكون مظبوطة قدامك اهو. شايفين البتنجانة ابيض من جوه ازاي اهو، بوريها لكم اهو. قطع بقى كمية البتنجان كلها كده. خلاص الكمية بتاعتي كلها اهيت. هجيب بقى معلقة كبيرة من الملح وابتدي ان انا ارشها على البتنجان واقلبه مع بعض كويس قوي كده. ابتدي ان انا اقلبه اهو لحد ما الملح يوصل لكل البتنجان. هبتدي بقى اغطيه بالمية، اغطي البتنجان ده بالمية واسيبه بقى على جنب لحد ايه ما ينزل كل المرارة وكل اي حاجة مش تمام فيه، وكمان عشان ما يشربش مننا زيت كتير. هبتدي ان انا اقطع بقى. عندي هنا فلفل رومي هقطعه كده، عايزة تقطعيه شرايح تمام، عايزة تقطعيه مكعبات مفيش مشكلة. قطعي الكمية اللي انت عايزاها. عايزة تعملي ايه بارد وسبايسي مفيش مشكلة، انت واللي انت عايزاه اهو. هقطعها مربعات كده تمام. عندي هنا بقى الصينية اللي هعمل فيها، ابتدي ان انا احط فيها كمية من الزيت كده. ابتدي ان ما تسخن هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المهروس، وابتدي ان انا اشوحه كده. اول ما يصفر معايا كده وياخد لون هقلب فيه كويس قوي كده. اول ما ياخد لون معايا كده هبتدي انزل عليه بمعلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. وبعد كده هطشه بثلاث معالق من خل الطعام العادي. وهبتدي ان انا اقلب كده واسيبه يتكتك مع بعض كده شوية. اول ما يغلي كده مع بعض غلوتين هنزل على طول عندي هنا بالطماطم اللي انا فرماها في الكبة تمام كده. هنبتدي ان احنا نبهر الصلصة بتاعتنا. عندي هنا معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، وعندي هنا كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان عندي معلقة صغيرة من السكر. وابتدي ان احنا نقلب الكلام ده كله مع بعضه واسيبها بقى تتسبك مع نفسها اهو. كده خلاص اتسبكت معايا اهي ونطرت المادة الدهنية بتاعتها اهو. هطفي عليها بقى واركنها على جنب لغاية لما احمر البتنجان بتاعي اهوت. بعد ما غسلته صفيته وغسلته كويس قوي. هجيب بقى عندي هنا الطاسة وابتدي ان انا احمر البتنجان. مش هيشرب مننا زيت بقى زي الاول ان احنا نقعناه في المية وبملح، مش هيشرب معانا زيت خالص اهو. ما تغمقهوش قوي، خليه في الدرجة الذهبي كده جميل. هخلص بقى الكمية كلها كده واحمر كمان القرنين فلفل مع الفلفل الحامي.
دي كده عندي الصلصة بتاعتنا اهي. ده كده كمية البتنجان بعد ما حمرناها. وكمان ده الفلفل اهوت. عندي هنا الصلصة بتاعتنا بقى، سيبها تغلي كده وانزل عليها بكوباية من المية، وهسيبها تغلي غلوة كده اهو. كده غليت معايا غلوة اهي. نبقى كويس كده. وهنزل بقى بالبتنجان معايا. انزل بالبتنجان وكمان بكمية الفلفل. أكلة جميلة وتفتح النفس وبسيطة وسهلة. جربوها بقى على الطريقة دي. هنزل بالفلفل كمان، وهسيبها بقى تتكتك مع بعضها كده وتغلي غلوتين لحد ما ما تتسبك خالص زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده تمام، استوت وبقت زي الفل. هطفي عليها بقى خلاص كده اهو. هنبتدي ان احنا بقى نغرفها كده بقى في الاطباق ونحط عليها كده الفلفل الحامي. بسيطة وسهلة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسي لايك على الفيديو.